السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. النهارده إن شاء الله هنعمل رنجة بالسيفن أب. ان شاء الله اول حاجه هتخلي معانا الرنجه ان شاء الله. كده قطعنا الديل والراس. هنيجي من هنا كده يا جماعه، نسلك معانا رنجه بالراحه كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. ان شاء الله ده معانا البطروخ اللي هو الناشف. برضه مش احسن حاجه شيف. هو دايما البطروخ الناشف بيبقى هو الاحسن يا استاذ علي. بس لما يبقى فاتح. لما يبقى فاتح. هنيجي من هنا كده بالراحه كده يا جماعه اهو، نخلي معانا الرنجه بالراحه. نيجي نسلك الشوك معانا واحده اهو. احنا كده خدنا جنب الشوك اللي موجود جنب السفايه الكبيره. ننزل من هنا كده برضو تاني اهو، مش محتاجه اي حاجه خالص يا جماعه اهو. لما نخلص للاخر بحيث واحنا بناكل ما نلاقيش شوك معانا بعد كده. طلع معانا لوحده. يجي القلب من هنا مكان البطروخ لازم يا جماعه ننضفه وما نستهونش بيه، عشان دي حاجه بناكلها الرنجه بالذات. طب نعرف ازاي يا شيف محمد الرنجه الحلوه او الرنجه الطازه من الرنجه اللي هي غايبه؟ الرنجه كل ما تكون ناشفه كل ما بتكون 100 100. الرنجه بالذات يا جماعه كل ما بتكون ناشفه كل ما بيزيدها حسن. دايما يا جماعه لو عند اي بقال بيبيع رنجه حاطط الرنجه في الفريزر محدش يشتري منها. ليه بقى يا شيف؟ احنا معدتنا مش هتستحمل الرنجه بالذات لما بتخش الفريزر وتطلع بره وتخش الفريزر وتطلع بره بقت ماده سامه محدش ياكل منها خالص. بقت مضره هي كده. اللي بيفتح العلبه بتاعت الرنجه اللي هي العلبه بتاعتها الخشب خد منها وانت مغمض. حتى لو خامه الرنجه مش كويسه كفايه ان هي ما دخلتش الفريزر وطلعت ودخلت بقت ماده مسممه خالص. تمام. فدي ملحوظه دايما نخلي بالنا منها. سلك من هنا كده بالراحه. طبعا هو الكلافز معاكس برضه يا شيف. الكلافز برضه معاكس طبعا يا جماعه، بس عشان الزفاره انا بلبس كلافز عشان الزفاره. انا دايما ما بحبش البس كلافز بس لابسه النهارده ان شاء الله عشان خاطر طبعا في رنجه وزفاره وكده. مش هطلع جنب جنب اهو. طبعا معانا الرنجه يا جماعه. ما شاء الله بدون جلد خالص. الرنجه الثانيه اهو. كده يا شيف. لازم تشيل القشره. الجلد ده ملوش عايزه يا استاذ علي. الرنجه معانا ما شاء الله. كده بعد ما نضفنا القلب كويس وطلعنا الشوك لحمه معانا اهو ما شاء الله الفانا. طب انا شايف واحده شيف قلبها ابيض وواحده قلبها غامق خالص اسود، ليه بقى؟ نوع السمك نفسه يا استاذ علي بيرجع للرنجايه. بيرجع للرنجايه نفسها. الخطوه اللي بعد كده ايه بقى يا شيف؟ الخطوه اللي بعد كده معانا طاسه على النار يا جماعه اهو. طبعا احنا خلينا الرنجه بدون ما نحطها على النار. ننزل بالرنجه معانا كده يا جماعه في الطاسه. انت هتحمرها كده؟ حاجه بسيطه كده ان شاء الله. الرنجه اول ما ترفع يا جماعه لازم تتقلب. طول ما رفعتش ما ينفعش نقلبها. السن ابتدى يرفع. طبعا هي الرنجه كذا طريقه. في اللي بيحب يحطها على البوتاجاز على طول من غير ما يخليها، في اللي بيحب يقطعها بدون ما يقشرها، فكل واحد حسب طريقته. بس هي الطريقه دي كويسه برضه شيء جميله وتخلينا ناكل ومفيش شوك يزاولنا ومفيش جلد يتعبنا كده يا جماعه. لسه طبعا معانا مرحله السفن دي لسه مش دلوقتي. ان شاء الله هنحط على مرحله السفن بعد ما نقطعها كويس كريهات. الريحه ما شاء الله تفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين، احنا في العيد طبعا طالعين من رمضان كلنا عايزين نحرش، اللي عايز ياكل سردين اللي عايز ياكل رنجه. نطلع كده على البلانشه بتاعتنا كده. انت كده نشفت النساير يا شيخ.
قطع معانا كده الرنجه كده يا جماعه. طبعا بتكبر يعني عشان ما تتحرقش. عايزين يبقى فيه رنجه وفيه خضار. ننزل بالبصل معانا اهو. قطع سمسم كده. سمسم اهو. طبعا انا هحط نص بصل احمر، هحط نص بصل ابيض عشان البصل الابيض حراق بيدي نكهه كويسه للرنجه يا جماعه. كده السبايسي كده حلو. نحط 1 رومي او 2 رومي. طماطم كريهات صغيره يا جماعه. معانا بقدونس وكزبره وشبت. طبعا احنا بنحط كزبره وبقدونس وشبت عشان ان شاء الله احنا هنحط على الرنجه معانا طحينه. هننزل معانا الرنجه في الطبق. هنجيب الخضار. طبعا يا جماعه انا ما عملتش البطروخ، اللي حابب يعمله بيعمله. انا عامل رنجه بس. كده قلبنا الخضار بتاعنا كويس. هننزل معانا بشطه خفيف. طبعا احنا حاطين فلفل سبايسي، هنحط بقى شويه شطه خفاف، شويه كمون، طبعا نحط شويه كزبره. طبعا احنا مش هنحط ملح عشان دايما احنا هنحط ليمون وخل يا جماعه، ودايما الرنجه بتبقى مالحه. بتبقى حادقه اصلا. معانا هنا يا جماعه طحينه. هننزل بشويه سفن. هنحل معانا الطحينه بسفن مش بميه. طب السفن ليه بقى يا شيخ محمد؟ عشان ينطر معانا الزفاره، عشان ناكل رنجه بدون زفاره. بس مش هتبقى مسكره ولا حاجه. لا لا لا، مش هتبقى مسكره ولا حاجه. طبعا احنا حاطين البهارات بتاعتنا كلها كامله. بصوا لنا الطحينه كمان فتح معانا مع السمسم. ننزل بكمان شويه سفن، سنه خل صغيرين. بسم الله ما شاء الله. تدي الطحينه بقى. طبعا الطحينه بتاعتنا بعد ما قلبناها كويس. بالسفن كده خفتها بالسفن انت. ده سفن بس يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال. الله. دي نهايه طبق الرنجه معانا ما شاء الله. بصوا الجمال. تسلم ايدك يا شيخ. حبيبي يا استاذ علي. طبعا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. ده كده الطبق الرسمي لعيد الفطر. ما تنسوش بقى لايك والاشتراك في القناه، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.